السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. جيت لكم بقى فيديو جديد من يوميات مامة عمر شانل. عملنا ايه بقى النهاردة؟ عملنا الجبنة والزبدة والقشطة بأسهل طريقة، ب5 كيلو لبن بس. عملنا الكمية دي كلها اللي انتوا شايفينها. دول 5 كيلو لبن. انا جبتهم من واحدة جارتنا، وبعدين مش شغلتهم ولا عملت فيهم اي حاجة خالص. حطيتهم زي ما خدتهم من صابحين، لازم يكونوا صابحين، ما يحطوش في التلاجة ولا تغليهم ولا اي حاجه خالص. زي ما هم كده تاخديهم منها وتسيبوهم على الرخامه لمده يوم، وبعدين تحطهم في البوتاجاز. يكون درجه حراره انت كنت مسخناه مثلا شويه، وبعدين بتطفي عليه، وبعدين بتحطيه في البوتاجاز لمده ساعتين 3، وبعدين تبيتيه في التلاجة لمده 4 ايام. هيطلع معايا بالشكل ده، هيكون خاتم كده وعامله طبقه قشطه معايا كبيره. زي ما انتوا شايفين دي كلها كده طبقه قشطه طالعه. دي كده يعني الطبق ده كده فيه 2 كيلو ونص، والطبق التاني اللي جنبه برضو في 2 كيلو ونص. انا طلعت، شايفين كمية القشطة ديت قد ايه؟ القشطة دي هنعمل بها ايه؟ هنعمل بيها النهاردة، هنعمل بها الزبدة الفلاحي. يعني ما شاء الله الحاجة سهلة معاك اهيت، وهنعملها في البيت ومش هنشتريها تاني من بره. يعني انتوا عارفين كيلو الزبدة دلوقتي بره عامل 190 جنيه. يعني مثلا ال5 كيلو لبن دول عاملين لي نص كيلو زبدة. ده غير الجبنة كمان اللي طلعت معايا. هوريكم الجبنة دلوقتي طريقتها هنعملها ازاي، وطريقة سهلة وكلنا نعرف نعملها في البيت. كل حاجة بتبقى سهلة لو احنا حطيناها في دماغنا وتعلمناها صح وبطريقة صح زي ما انا قلت لكم، خطوة خطوة. شايفين ديت القشطة اللي طلعت معايا من 5 كيلو لبن جمسي. دي بقى كانت الجبنه ديت. انا جبت حصيره زي ما انتوا شايفينها كده، وراح جايه مفضيه فيها الجبنه اللي بعد ما طبعا ما شلت القشطه كده. دي طبعا الجبنه اللي بقيت معايا، اروح جايه مفضيها في الحصيره كلها كده، واروح جايه سايباها ايه تنزل الميه بتاعتها. يعني هسيبها من 4 5 ساعات كده تنزل الميه بتاعتها خالص. هروح جايه زي ما انتوا شايفين كده، هروح جايه قافله الحصيره عليها كده عشان تنزل الميه خالص، وهحط عليها معلقتين ملح عشان الملح دوت اللي هيخليها تمسك معايا، ويساعدني برضو في الشرش اللي فيها ينزل. الشرش اللي فيها اللي هينزل دوت ممكن نستخدمه في التخليل، ممكن نستخدمه في لو بتعملي رقاق، ينفع في الرقاق، ينفع كمان في الفطير، ممكن ندخلوه في الفطير في المعجنات عامة يعني. انا كنت سبتها ورحت جايه معلقاها بالمنظر ده كده في المطبخ، وشفت الميه اللي نزلت منها قد ايه. دي اللي انا زي ما قلت لكم كده اهي. دي بعد بقى طبعا ما طلعت صفت ميتها خالص، كانت طلعت معايا بالمنظر ده. بسم الله ما شاء الله يعني. وزي ما قلت لكم الميه نزلت منها ديت مش ترميها، ديت هتستخدمها في المعجنات. انا بقى كده هاخدها واروح جايه بقى مقطعوها. دي بالنسبه للجبنه. انا كده بعمل الجبنه معاكم. لسه بقى هنعمل قشطه سوا وهوريكم بتتعمل ازاي بطريقه سهله وتعملها في البيت، ومش محتاجه اي مكان، بايدك كده ان شاء الله هتعملي كل حاجه. دي ما شاء الله يعني دي الجبنه ديت ل2 كيلو لبن بس. 2 كيلو لبن، 2 ونص لبن. ده عملت معايا الكميه دي. انا طبعا انا نزلت بوله واحده بس عشان اوريكم الطريقه. انما ال5 كيلو نطلع طبعا طلعت كميه اكتر من كده بكتير من ال5 كيلو. انما الكميه اللي قدامي دي ل2 كيلو ونص بس لبن. اه، الحصيره هي اللي خلتها تنزل ميتها معايا. مش عندك حصيره زي ديت ممكن تجيبي مثلا، ممكن برضو بحته شاش كده. لو مش عندك الحصيره دي زي ما قلتلك، ممكن بحته الشاش كده تروح جايه منزله فيها الجبنه وتنزل معاك الميه كلها. بس اهم حاجه في الموضوع ده كله ان انت لما تجيبي اللبن تكوني جايباها من واحده ضمنها. لازم تكون حلباه وجايباه في ساعتها على طول. لازم يكون سخن، ما تحطش عندها في التلاجة ولا حاجه، عشان مش ده كله هيبوظ منك لو اتحط في التلاجة او كده قبل ما تبيتيه بره. لازم يبات بره الاول يوم كامل، بعد كده يتحط في التلاجة لمده 4 ايام عشان يختم معايا، عشان يطلع معايا كميه القشطه اللي انا وريتها لك ديت، ويطلع معايا جبنه وزبده وقشطه بالطريقه دي. انما لو انت مش لو اللبن مش دسم وكده مش هيطلع معايا الزبده دي كلها ولا هيطلع معايا القشطه دي كلها. نيجي هنا بقى عملنا ايه. دي القشطه اللي انا قلت لكم طلعت معايا من ال5 كيلو لبن. دي هنعمل معاها زبده، هتطلع معايا ان شاء الله نص كيلو زبده. يعني ال5 كيلو لبن بيطلع معايا نص كيلو زبده او 450 جرام. يعني ال10 كيلو بيطلع لي 950 جرام من الزبده بالظبط. يعني ممكن ما اجيبش معاك كيلو، بس هو يعني قربات الكيلو.
اه انا بقى هنا اروح جايه بقى افضل ارب فيها بايديا كده القشطه عشان تفصل معايا، ولازم وهوريكم المراحل بتاعتها. يعني دلوقتي زي شايفينها هي عامله زي شكلها عامل ازاي. لازم بعد كده من كتر الرب دوت لازم الرب معاك تبقى مستمر. يعني دلوقتي كده بدأت ايه، آه بدأت ترمل معايا شويه. هفضل برضو ارب فيها ايه رب مستمر. يعني كده برضو هو كده برضو بدأت خلاص اهي قربت تفصل معايا كده. انا بوريكم يعني لما تمسكيها بايديكي كده وتنزل ميه معاكي، دي كده خلاص قربت تفصل. كده بقى كانت خلاص فصلت معايا خالص. اروح جايه بقى ايه مكوره دي كده بقت معايا ايه زبده ما شاء الله اهي. انا بقى راح جايه عصراها خالص من الميه اللي فيها دي. الميه اللي فيها ديت ممكن ندخلها برضو في الجبنه الحادقه. لو انت بتعملي جبنه حادقه في البيت هتدخلها معاك. بالنسبه بقى للميه اللي نزلت من الجبنه دي هندخلها في المعجنات، انما الميه اللي نزلت من الزبده هندخلها في الجبنه الحادقه. طب انتوا شايفين كده دي اهيت ما شاء الله. دي كميه الزبده اللي طلعت معايا من ال5 كيلو لبن. زي ما قلت لكم لازم اللبن تكوني ضمناه، ولازم يكون صابح. دي اهم خطوه فيه. يبقى احنا عملنا ايه كده النهارده؟ عملنا الجبنه، وعملنا وريتكم طريقه الجبنه ازاي، ووريتكم طريقه الزبده ازاي. بسم الله ما شاء الله. يعني دي الميه اهي اللي طلعت في الكوبايه الكبيره دي طلعت الميه اللي طلع من الجبنه. دي هندخلها في المعجنات. يلا والسلام عليكم ورحمه الله. يا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في